يعني تقدر تقول لي انت ثقافه عامه، ثقافه عامه انا نقدر انا نثقف راسي براسي. يعني التعليم راه واحد الحاجه اللي مهمه مزيان، ولكن دوك المواد اللي لا علاقه لهم بارض الواقع بالحياه بكذا خاصهم يتحيدوا. مثلا في التعليم ما يكونوش هاد المواد اللي لا علاقه لهم بارض الواقع، يدخلوا لنا شي حاجه اللي مهمه غادي تفيدك في حياتك. ملي كتشد الباك راه علاش الانسان كيحس براسو غير ضيع 14 عام من عمره في الدراسه. يعني ممكن تلقى راسك انك ما استفدتش والو، ضربتي 14 عام غير باش تشد ديك الكرتونه وصافي. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده. هذه الحلقه تكون متميزه، غادي نهضروا وغادي نتناولوا هذا الموضوع اللي مهم بزاف. علاش كيتصدموا الشباب بالواقع من بعد الدراسه؟ معنا حمزه مجددا في الحلقه هذه. شكرا. اللي غادي ندوي بزاف، غادي نناقشوا في هذا الموضوع هذا مجموعه من الاسئله ان شاء الله اللي غادي نطرحوها لحمزه، وغادي هنا غنكتشفوا مجموعه من الاجوبه، مجموعه من الحقائق على هذا الموضوع. المهم الموضوع اللي مهم اليوم واللي هو كما قال عثمان في بدايه الفيديو، علاش الشباب كيتصدموا بالواقع من بعد التعليم. الشاب في الاول كيكون عنده طموحات، كيكون عنده احلام انه ملي غيشد ديك الشهاده راه غيلقى خدمه في سوق الشغل وكذا 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 الى اخره. ولكن ملي كيحصل على ديك الشهاده مثلا الباك ولا كيتصدم بامر الواقع، كيلقى ان داك الشيء اللي قرا ما عنده حتى شي علاقه بسوق الشغل. تمام، هادشي كاين بزاف كاين مجموعه من الاسئله. حمزه غنطرح لك السؤال الاول علاش بزاف ديال الشباب كيحسوا انهم ضيعوا وقت في الدراسه ديالهم؟ نقدر نقول لك حتى حنا في المدرسه او في الكوليج او الليسي، المدرسه او التعليم كيبازي على واحد جوج حوايج اللي اساسيين، واللي هي الحفظ وقواعد. ما كاينش تدريب، فهمتي؟ ما كاينينش مهارات. دونك الشاب ملي كيخرج مثلا للحياه الواقعيه كيلقى انه ما عرفش يدير الحياه اليوميه ديالو، ما عندوش صبر، ما عندوش مهارات تواصل، فهمتي؟ يعني مشكل حتى في المنظومه ديال ما عندوش مهارات. حنا في المدرسه نتعلموا غير الحفظ، اما مهارات مثلا انا فاش كنشد مثلا الشهاده مثلا الباك ولا كذا، ملي كنجي مثلا نبغي نخدم في سوق الشغل كنلقى ان داكشي اللي انا قاري ما عنده حتى شي علاقه بسوق الشغل. كاينه مفارقه كبيره يعني. يعني انا كنت مثلا كنقرا فلسفه ولا اجتماعيات او 14 عام وانا تنقرا في فلسفه اجتماعيات، شويه المات شويه في هذاك الشيء ما عنده حتى شي علاقه بالخدمه، فهمتي؟ هذاك الشيء غير باش الانسان يتعلم يكتب وصافي. ولكن هادشي راه مزيان ولكن حنا علاش الشباب خاص مثلا الصين خاص يدخلوا مهارات، خاص تكون واحد شي حاجه براكتيك، يكونوا مواد اللي غيفيدونا حنا في الحياه ديالنا. مثلا الاجتماعيات علاش غنبغيها انا، فهمتي؟ اش عندي انا شي علاقه بالفلسفه؟ علاش غنبغي انا ديك الفلسفه؟ عربيه حتى هي عربيه انا نقدر نتعلم غير نكتب وكذا، علاش انا غندخل في الشعر الحديث والى اخره؟ خاصني مهارات اللي غيعاونوني في حياتي. مثلا اللي غنبغي نخرج للخدمه في سوق الشغل، الكومونيكاسيون، فهمتي؟ كيفاش نهدوي مع بنادم نقنعوه، مهارات الصبر كذا الى يعني في النورمال خاص يكون هذاك الشيء في المنظومه يكون مضبوط. هادشي خاصو يكون يعني تكون الرياضه تكون يعني الالعاب ديال العقل، بزاف الحوايج يداروا للتلميذ يخرج عنده استفاده كبيره بزاف. بحال هكا مثلا كما قلتي نتايا، راه واخا كنت مثلا انا ملي كنشد الباك مثلا وكنمشي كنقرا شي ديبلوم، راه واخا كنشد داك الدبلوم راه كنعرف ندير شي حاجه، لان ما كاينش بزاف الحوايج. يعني علاش حتى في داك الدبلوم هما كيركزوا اكثريه على القراءه نظري، ولكن ما كيركزوش على المهارات راه هما اللي مهمين في الحياه بزاف. على حسب هذه النقطه هذه بغيت نجاوبك عليها. يعني بالتجربه ديالي انا كنت قريت في التكوين المهني، ويعني كنت درت لا ميكانيك، وكتلقى بلا ان النظري نسبه مئويه كبيره على التطبيقي. دابا انت عندك ديبلوم ولكن الا جيتي تخدم ما غاديش. لان علاش انا اصلا بعدا ما عجبنيش هذاك الدبلوم، ما عجبنيش ذاك المجال، حيت بعدا خاص بعدا هذاك المجال اللي غتمشي ليه تكون باغي. هادشي اللي قلت نتايا هذه واحد الحاجه اللي مهمه حتى هي بزاف غنذكروها في هذه الحلقه. ضروري غنذكروها باش نمشيو حنا مرتبين. يعني انا ما عجبنيش هذاك المجال، زائد ان هذاك الشيء اللي يعني ديك التقديم المعلومه كيكون فيه غير يعني ما هو نظري، حفظ فهمه شويه، تطبيق. حيت هذاك المجال فيه براتيك بزاف، يعني دونك خاص يكون فيه براتيك بزاف. انا في الفكره ديالي يعني خاص تكون عام ديال البراتيك،
عام وشي حاجه ديال البراتيك ونص ديال العام تقريبا تيوري. هذه هي الفكره. هادشي خاص يكون مثلا في التعليم ما يكونوش هاد المواد اللي لا علاقه لهم بارض الواقع، يدخلوا لنا شي حاجه اللي مهمه غادي تفيدك في حياتك، اللي مهمه بزاف تماما. كاين سؤال اخر يعني اللي مهم حتى هو. مرحبا. السؤال الثاني، شنو الفرق باللي تعلمنا في المدرسه وبين الواقع؟ يعني شنو الفرق اللي داكشي اللي تعلمنا في المدرسه وبين الواقع؟ كما قلت لك في المدرسه عند غير قواعد وحفاظه وكذا. مثلا بارض الواقع تعلمنا في المدرسه واش كاين في ارض الواقع. كما قلت لك هذاك الشيء اللي تعلمناه في المدرسه ما عنده حتى شي علاقه بارض الواقع. كاينه مفارقه كبيره. كاينه مفارقه كبيره. راه ملي كتشد الباك، راه علاش الانسان كيحس براسو غير ضيع 14 عام من عمره في الدراسه. يعني ممكن تلقى راسك انك ما استفدتش والو، ضربتي 14 عام غير باش تشد ديك الكرتونه وصافي. يعني تقدر تقول لي انت ثقافه عامه، ثقافه عامه انا نقدر انا نثقف راسي براسي. يعني التعليم راه واحد الحاجه اللي مهمه مزيان، ولكن دوك المواد اللي لا علاقه لهم بارض الواقع بالحياه بكذا خاصهم يتحيدوا ويديروا مواد اللي فيهم مهارات. مثلا تقدر تكون ماده سميتها فن التواصل. هذا غتعاونني في حياتي، غنتواصل مع بنادم. الا بغيت خدمه غادي نقنع بنادم يخدمني، فهمتي؟ بغيت نبيع مثلا واحد البرودوي غادي بنادم نعرف كيفاش نقنعو. الكومونيكاسيون راه ماشي ساهله، راه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف بزاف. تماما بغيت نجاوبك على هذه القضيه هذه والثاني في هذه النقطه هذه. دابا ما بين الدراسه والواقع كاين واحد المفارقه كبيره بزاف. علاش؟ كتبان مثلا انت في ذاك المجال اللي كتقراه لا علاقه له بالواقع. كتجي مثلا كي واحد كيقرا واحد المجال كيمشي يبغي يدوز واحد ستاج، كيلقى واحد الفرق كبير ما بين ان داكشي اللي قراه وما بين داكشي اللي واخا تيكون نفس الدومين مثلا. لان علاش؟ ما عطاوش الحقيقه، خاصو ديك الحقيقه اللي مشى تصدم اللي يواجهها خاصو يعيشها في القرايه، خاصو يعيشها في. وهذا هو الفرق ما بين الدول الاوروبيه والمغرب. حتى كما قلتي نتايا في اوروبا انا كنظن، انا صراحه ما عرفتش، ولكن كنظن انهم هما كيديروا براكتيك اكثر من الدراسه. يعني الانسان راه انت ما تحتاجش اصلا تدخل القسم وتقرا في واحد المجال. راه غير يجيبوك يحطوك مع واحد حريفي وتبدا خدام معاه، غادي يدوز شهر كذا كتعلم بلا ما تبقى تقرا في المدرسه وتحط فلوس وتضيع في الوقت وكذا. يعني مهاره خاصك مهاره. تمام. وكاين واحد النقطه اخرى حتى هي مهمه بزاف، هي في النورمال برا اوروبا مديرين الشوماج في الدراسه. تيتخلصوا وتيقرا. هذه مزيانه مهمه. علاش مهمه؟ هذيك كتحفز بزاف الشيء. تماما لاحظتك. يعني واش واحد مثلا واخا ما يكونش يعرف يقرا ما تيقراش غيتحفز باش انه يقرا. هما كيحفزوا الدراري مثلا دابا انا كيعجبني واحد المجال ياك، داك المجال الا بغيت نقرا خاصني فلوس، انا ما عنديش فلوس، دونك غادي نلوح لشي راسي شي حاجه انا ما عاجبانيش. هادشي ما كاينش في اوروبا. اوروبا كتعجبك واحد المجال كتمشي ليه، الدوله كتعاونك تعمل لا